أيام البساطة. يقول الناظم العمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر، وذاك المجتمع ما فيه منكر، وكل كان مشغول بحاله. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله، وكانوا في منافعهم سوية، إذا نادوا بعضهم ما تعيا، ولا من قيل هيا قال هيا على درب المكارم والجمالة. وكان الشخص يسمع قول عمه، إذا نادى حالا راح يمه، يلبي لو طلب روحه ودمه، وهذا سر مروض الشكالة. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدود حباله. نهار العيد يلتم الجماعة على ضحك وسواليف وطاعة، وزاروا بعضهم في نصف ساعة، ولو ما يشربون إلا بيايه. وكان الغيث ينزل كل ليلة، نرى المطلع علينا سلسلة، وصارت الأرض بالخضرة جميلة، وشكل العشب من شفه سالة. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدود حباله. وهذه كانت أحوال القدامى، إذا استسقوا طلوا بالغمامة، عليهم يا عرب مني سلامة، عدد من يذكر الله بابتهاله. وفي هذا الزمن قل التراحم، بعد ذاك التواصي والتلاحم، على العصيان يا كثر التزاحم، إذا قفا شر جا شر بداية. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدود حباله. كثير الناس يهوون التقاطع، بعد ما كان نجم الوصل ساطع، بار السيف الحسد مسلول قاطع، كثير من هجر عمه وخاله. ويا كم واحد يحسد قريبه، علشانه تغانى يا مصيبه، ما وده اخوه يتهنى نصيبه، تشوفه ينتظر ساعة زواله. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدود حباله. وحنا في زمان وضعه بشر، تغلب في طباعه داعي الشر، يلي لما تجد لك كلمة بشر، فقدها الرجل حتى في عياله. نصلي في السنة 20 مرة للاستسقاء ولا هل قطرة، بلانا من معاصي مستمرة، ترد الخير عنا بأي حالة. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدود حباله. ختاما يا رجاجل اسمحوا لي، فأنا وضحت مما شفت حولي، وكان أخطيت قوموا وضحوا لي، فأنا شاعر قصيدة راس ماله. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بجار ارتباطه، وكان الوصل ممدود حباله. وكان الوصل ممدود حباله. صدى لك الصدى.